بعد 5 سنين في ليبو جيت اليوم باش نحكي لكم على التخصص تاعي اللي هو الهندسه المعماريه. الفيديو راح تكون شويه طويله بصح بزاف مفيده. ونبداو باول سؤال، وشنو هو تخصص الهندسه المعماريه؟ كامل واش راح نحكي لكم في الفيديو حنركز فيه على المدرسه العليا لانه افضل مكان تقراو فيه هذا التخصص. والهندسه المعماريه كتخصص هي مجال يجمع بين الجانب التقني النظري والفني. معناتها كي تكونوا تقراو راح يكونوا عندكم مواد تقنيه كيما الفيزياء كيما الستركتور كيما الرياضيات كيما الهندسه الفضائيه، وراح يكونوا عندكم مواد نظريه كيما تاريخ الهندسه المعماريه وراح تتعرفوا فيها على كم الحضارات وكيفاش يبنيو. وايضا راح يكونوا عندكم مواد فنيه اللي فيها راح تتعلموا الرسم، راح تتعلموا الابداع، وراح يشغلوا لكم دماغكم باش توليو مبدعين. مهندس المعماري هو الشخص المسؤول على تصميم البنايات اللي نشوفوهم في كامل المدينه كيما المستشفيات المدارس المنازل كامل، هو اللي يرسمهم يجيب الفكره تاعهم ويجسدهم على ارض الواقع. صح. سؤال تاني، شحال معدل القبول في هذا التخصص؟ معدل القبول العام اللي فات كان 1654 لجميع الشعب، معناتها تقني رياضي وتقني رياضي بالمعدل الموزون تاع الرياضيات والفيزياء. سؤال ثالث، هل لازم نكونوا نعرفوا نرسموا باش ندخلوا لهذا التخصص؟ ابدا، لانه في عامكم الاول راح يكونوا عندكم بزاف مواد فنيه اللي فيها راح يعلموكم اساسيات الرسم من المثلث والمربع، بالاضافه الى الرسم التقني اللي هو لو ديسان تكنيك اللي به راح تتعلموا ترسموا لي بلون تاع المنازل والمشاريع كامل اللي راح تخدموهم. معناتها ما تحتاجوش كامل تكونوا تعرفوا ترسموا باش ديروا هذا التخصص، لكن الا كان عندكم روح الابداع هذه اضافه لكم. السؤال اللي بعده، واش نقراو في عامنا الاول؟ في عامكم الاول راح تكون الاركيتكتور بزاف سهله، لانه راح يبداو يعلموكم الهندسه الفضائيه، راح يبداو يعلموكم كيفاش ترسموا، وراح تبداو تقراو مواد تقنيه كيما الرياضيات والفيزياء بطريقه جد بسيطه. وكي تكبروا شويه راح تشوفوا الاركيتكتور تاع الصح. هما المواد ولا شنو هي اهم ماده اللي نقراوها في هذا المجال؟ تعرفوا انه الاركيتكتور مقسومه على زوج، عندكم لي موديول اللي يقراوهم كيما كامل الناس، وعندكم يونيتي واحده اخرى اللي هي لاتولي. لي موديول كيما قلت لكم قبيل تقنيه فنيه واتسترا ونظريه، واتولي هو ماده ما فيهاش اختبارات. هاد الماده راح تقراوها لمده 5 سنوات والمعامل تاعها دائما يكون عالي، واذا خدمتوا فيها مليح راح تطلعوا العام وما تعاودوش كامل. اللي فيها راح تتعلموا الهندسه المعماريه تاع الصح، لانه فيها راح تطبقوا كامل واش تعلمتوا في المواد في هذه الماده، وراح ديروا مشاريع ويصحح لكم الاستاذ وتقراوها 2 مرات في السمانه، باثنين والخميس ولا بالحد ولا 4 على حسب العام اللي تكونوا فيه. نقطه تاع هذه الماده يمدها لكم الاستاذ على حسب المشروع اللي درتوه نتوما، تسمى دائما راح تكون النقطه تاعكم اكثر من 10 واكثر من 12، خاصه الا كنتوا في ليبو. ولازم تعرفوا بلي هذه الماده بالذات راح تجمع لكم كامل واش قريتو من الجهه الاخرى، وفيها بزاف اشغال يدويه، وراح تخدموا ما يعرف بلي ماكيت اللي هو التصميم تاع المشروع تاعكم اون 3 دي. نلحقوا لسؤال حقيقي، هل الاركيتكتور مكلفه بزاف؟ لازم نكون صريحه معكم انه في الاركيتكتور راح تصرفوا دراهم مقارنه مع التخصصات الاخرى اللي تقريبا يسحقوا كراس وستيل واقلام باش يقراو. نتوما راح تسحقوا كراس وستيل واقلام باش تقراو، لكن في نفس الوقت راح تسحقوا الاوراق هذوك الكبار، راح تسحقوا عده انواع تاع اقلام رصاص، راح تسحقوا الكراطن، راح تسحقوا بزاف الوان، هادو ما كامل لازم تشروهم. وكي تكبروا شويه توليو 3 اني 4 اني راح توليو الخدمه تخدموها في الميكرو وتمبريميوها، معناتها راح تولي عندكم تكلفه الاوراق اللي تطبعوهم. بطبيعه الحال شحال تصرفوا شهريا ما نقدرش نحدده لكم، لانه كل استاذ كيفاش وكل عام كيفاش. الاخر على المصاريف، هل صح لازم لي بيسي بزاف مليح وشحال يسقام لي؟ لازم تعرفوا انه البيسي تبداو تستعملوه ابارتيغ دو لا 3 اني، ودوكا ولاو يستعملوهم سنه ثانيه، تسمى لازم يكون عندكم ان بيسي تري بويسون. يعني باش نكون صريحه معكم من الاخر، البيسي تاعكم لازم يكون مليح. علاش البيسي لازم يكون مليح؟ لانه راح تخدموا بزاف دي لوجيسيال، وراح تسحقوا ديروا دي روندو اون 3 دي، وهاد لي روندو يسحقوا ان بيسي بيرفورمون. تسمى البيسي هذا راح يكون انفستيسمون، صح تشريوه شويه غالي بصح تقدروا تفريلانسيو به، تقدروا به تدخلوا دراهم وترجعوا كامل دراهمكم بعد سنوات، ويشد لكم ميمور ما تكملوا قرايتكم وتبداو تخدموا به تانيت. دوكا السؤال اللي بعده، هل نقدر ندير الهندسه المعماريه وانا ما عندي حاجه فيها؟ اكبر نصيحه نقدر نمدها لكم، بالكو ديروا الهندسه المعماريه الا ما كنتوش تحبوها، لانه الهندسه المعماريه تسحق صبر وتسحق جهد متواصل. يعني ما راهيش تخصص اللي تقراه مره وتقراه مره في الشهر وتقراه غير كي يلحقوا الامتحانات، ولا ليله الرعد تروح تراجع دروسك وتجوز وتجيب مليح، ولا ليله الرعد تخدم البروجي تاعك وتنجح. لا 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 لا. الا درتوا الهندسه المعماريه ديروا في بالكم بلي راح تقعدوا لمده 5 سنوات مربوطين بهذا التخصص، تسمحوا في حياتكم وتكرسوا التخصص. ودوك يجوني ناس في لي كومونتير يقولوا لي راكي تزيدي عليها ولا لا. اني نهضر مع الناس اللي راهم حابين يخرجوا من المدرسه افيك مونسيون، راهم حابين يخرجوا ناس يعرفوا في تخصصها باكبر قدر من المعلومات ولا من المعارف الممكن. انت لازم تحطوا في راسكم بلي في هذه ال5 سنوات راح يكونوا عباره على استثمار مخصص للدراسه تاعكم. تقرا
تقراو تتعلموا وتنجحوا ان شاء الله. بطبيعه الحال كي قلت لكم هكا ماشي معناتها راح تموتوا، بالعكس راح يكونوا عندكم ايامات تقدروا تخرجوا، تقدروا تزهاو، تقدروا تريحوا، لكن اغلب وقتكم راح يكون فيه شويه بزاف لا بريسيون، وراح دائما تقراو سورتو الا كنتوا في ليبو. سؤال واحد اخر، كيفاش يكون نظام الدراسه في ليبو؟ في ليبو راح تقراو 5 سنوات، العامين الاولين هما لا فورماسيون دو باز، والعامين اللي بعدهم هما لا فورماسيون افونسي، والعام الخامس هو عام التخرج تاعكم. راح تخرجوا من هذه المدرسه ماشي بدبلوم واحد وانما دو ديبلوم. عندكم لو ماستر اللي ديروه في لا كاتريام اني في وحده من التخصصات اللي دوك نحكيو عليهم، ولا انجينيورا ولا لو ديبلوم داركتيكت اللي راح تديوه في لا 5 اني تاعكم. هاد الحاجه ما كاش في الجامعات، لانه في الجامعات تخرجوا بماستر في الهندسه المعماريه، لكن في ليبو تخرجوا بدبلوم مهندس معماري زائد الماستر. وعندكم فرصه اخرى باش تجيبوا ان تروازيام ديبلوم الا درتوا مشروع مصغر ولا شركه مصغره اللي هما لي ستارت اب. وباش نختموا لا فيديو تاع اليوم، وشنو هي النصيحه اللي تمديها لنا الا رانا حابين نقراو هذا التخصص؟ اكبر نصيحه نمدها لكم انه ديروا واش راكم ديروا بحب وخدموه بشغف، لانه في الاخير راح تلقاو النتائج تاعو. وزائد ما تسمعوش للناس اللي يقول لكم بلي تخصص الهندسه المعماريه ماشي مليح وباللي ما فيه حتى مستقبل، لانه ديروا في بالكم حاجه واحده، انه البنيان عمره ما راح يحبس لا في الجزائر ولا في مكان اخر، وكي تخرجوا بان بون ديبلوم راح تروحوا وين ما حبيتوا في العالم. يلو كان زيدوا تقراو شويه ولا تروحوا تلقاو خدمه، المهم انه ديبلوم راح تخرجوا به من لي بو سي ان تري بون ديبلوم اللي راح يعاونكم بزاف في المستقبل. بالاضافه الى انه الهندسه المعماريه من افضل التخصصات في العالم، والبنيان عمره ما راح يحبس. الا ما خدمتش في الجزائر تقدر تخدم في مكان اخر، الا ما صحتلكش خدمه في شركه تقدر تصح لك خدمه في فريلانس، ولا تقدر تصح لك خدمه في اي مجال اخر يكون تابع للهندسه المعماريه، لانه الهندسه المعماريه تفتح لكم بزاف افاق وابواب. لازم تعرفوا بلي الاركيتكتور تعلمكم ماشي غير الاركيتكتور، وانما تعلمكم عده سكيلز اللي راح تحققوهم في حياتكم. راح تتعلموا بزاف لي لوجيسيال اللي بهم تقدروا تكونوا جرافيك ديزاينرز، راح تتعلموا انكم تجيروا وقتكم، راح تتعلموا انكم ديروا عده اشياء في وقت واحد، وراح تتعلموا خاصه انكم تخدموا تحت الضغط ولا بريسيون، وعده مهارات اخرى اللي كي تقراو الاركيتكتور ومن بعد كي تخرجوا للحياه العمليه ولا تهضروا مع الناس تلقاو روحكم انا نعرف ندير هاد الحاجه. ديروا اشياء اللي نتوما تبان لكم بديهيه والناس تبان لهم واعره، بصح في الحقيقه نتوما تعلمهم عقلكم الباطن جرا واش عشتوا في هاد لا سبيسياليتي. ما تنسوش خليو لي متابعه الى خصكم محتوى في الاركيتكتور، ودوكا ما قعد لي غير نقول لكم تشاو.